السلام عليكم. ليلة العملية، ليلة المعركة، كل اللي فات حمادة واللي جاي حموكشة. من بكرة الصبح بداية الجولة الكومبو. واحد يقول لماذا أطلق عليها الجولة الكومبو؟ أقول لك ببساطة يا سيدي الفاضل، لأني أشاوس كل مجموعة هيقابلوا بعض في الجولة دي. يعني خد عندك مثلا يا سيدي المغرب هتلاعب مالي، دول أشاوس المجموعة الأولى. السنغال هتصطدم في الكونغو. تونس في مواجهة دموية ومواجهه كلاسيكيه. خلينا نقول ان مواجهه تونس ونيجيريا دايما بتكون مواجهه كلاسيكيه تقريبا في كل البطولات، يعني حاجه كده. تونس ونيجيريا تحس ان هم عاملين تعاقد مع بعض. خد دي بقى، كوت ديفوار هتلاعب الكاميرون، ماتش كده حاجه من العيار التقيل، حاجه من اللي قلبك يحبها. الجزائر هتلاعب بوركينا فاسو، بذكريات بقى تصفيات كاس عالم، بذكريات افريقيا، بذكريات كبيره للجزائر مع بوركينا فاسو، وسجل كويس على فكره. الجزائر ماتشاتها مع بوركينا فاسو ماتشات فيها تفاؤل الجزائريين. وفي النهايه بقى حبيبتنا كلنا وام الدنيا مصر، والله العظيم اللي هتصطدم بجنوب قارة أفريقيا. جنوب أفريقيا بلاعيبتها الحريفة، لعيبة صن داونز ولاعيبة أورلاندو، اللعيبة المحترفين اللي عندهم. وإحنا على موعد صعب وعلى موعد تاريخي، وبتكلم هنا في تاريخي خاصة لحسام حسن، لأن زي ما بقول بقى إن إحنا خلصنا من حلاوة البدايات بقى، وكل اللي فات مسكنات والجاي عايز دبابات، وإن الأخطاء ممنوعة حس، وإن لازم الهدوء يسيطر على الأجواء بشكل أكتر من كده وعلى اللعيبة حس. والحقيقة ده اللي شفناه في تدريبات المنتخب. شفنا لقطات أسلجت صدورنا زي ما بيقولوا. حسام حسن هو بيجري مع محمد صلاح، والتمرين كان كله تحس ان في طاقة إيجابية بين اللعيبة والجهاز الفني، زي ما بيقولوا كده ضحك ولعب وجد وحب. شفناها بيحضن إمام عاشور وعودة العلاقات وضحك للركب والبص. يعني أنا متفائل الحقيقة، متفائل وبظن خير ان العميد زي ما قلت الفيديو اللي فات حسام حسن اعتقد ان هو هيعدل الاوتار بكره. يعني الحاله مش عارف جايب التفاؤل ده منين، بس خليني اقول لك ان الطاقه الايجابيه بيتحس بيها يا جماعه. وانا شفت صور ولقطات من معسكر المنتخب، وحاسس ان احنا عندنا دوافع اللعيبه كبيره. فعلا اللعيبه تحس انها مؤمنه بالفوز، ودي اهم حاجه. خد بالك لازم بقى ان احنا نسيطر على تهورنا في الماتش او تسرعنا في الماتش، نستغل كل فرصه. 35 فرصه ولا 33 شوطه على الجون ومحاوله على الجون، وما جبناش منهم غير جونين بشق الانفس. ايه يا جدعان ده كلام؟ فالحقيقه النهارده يا صديقي انا جاي لك النهارده وعايز احاول اتنبأ واتوقع واتمنى في نفس الوقت. يعني عايز احط تشكيله لتمنياتي. لو انا بكره احط تشكيله هلاعب مين، ونتوقع بقى، نشوف نخش جوه دماغ العميد. يا ترى العميد محفظته فيها ايه بكره يا جدعان؟ يا ترى هيلعب مين في الدفاع؟ يا ترى هيحط مين في نص الملعب؟ هيستغنى عن مين في الهجوم؟ خصوصا ان احنا عندنا اصابتين مهمين من العيار التقيل. محمد حمدي ناحيه شمال اللي ظهر بمستوى كويس قوي في الشوط الثاني، يعني بحاول انسى اللي حصل في الشوط الاول، ولكن محمد حمدي كان كويس قوي في الشوط الثاني. مصطفى محمد برضو اللي حصل له التواء في الكاحل في اخر الماتش، اصابه برضو لسه مش عارفين ظروف الاثنين لعيبه ايه، ولكن بنسبه 70% او 75% هيكونوا الاثنين موجودين في قائمه اللقاء. لكن الله اعلم هيلعبوا ولا لا، وانا اظن على المستوى الشخصي ان هو مش هيلعبوا. فاحنا واحنا بنحط التشكيل اعتقد ان احنا هنستبعد الاثنين لعيبه دول. طيب احنا خصمنا بكره جنوب افريقيا، كل منتخب بيبقى ليه استراتيجيه في اللعب. احنا مثلا زمان هويتنا كان ان احنا منتخب هجومي، بنحب نلعب كره على الارض، بنحب نستحوذ على الكوره. وحتى لو دخلت كل مشجع مصري بالذات ايام هيكتور كوبر لما كنا بندافع، وبرده ايام كارلوس كيروش، كنت تساله عن الاداء يقول لك والله الاداء وحش، احنا بنلعب بمنتخب وبطريقه باصي لصلاح الكره العاليه واللعب الهجمه المرتده. بنرص الاتوبيس قدام كوبر، مع اننا صعدنا كاس عالم. كان بقالنا حوالي 20 سنه ما صعدناش كاس عالم، ولا 30 سنه 20 سنه 30 سنه 28 سنه ما صعدناش كاس عالم. ولما صعدنا ما كانش عاجبنا الطريقه، ما كانش عاجبنا الشكل، عشان كوبر كان استراتيجيته ان هو بيدافع. فمنتخب جنوب افريقيا هويته ان هو منتخب بيحب يلعب كوره، بيعتمد اعتماد كبير على البيلد اب من تحت. عمليه الشورت باص عندهم، هم عندهم
يتمتعوا لعيبه منتخب جنوب افريقيا بالجوده الكافيه اللي تخليهم يطلعوا بالكره ويتدرجوا من ورا لقدام بكواليتي لعيبه كويسه جدا. الكرات الطويله والعاليه والله هي مش سمه المنتخب الاساسيه ولا حتى ان هم اطوال كبيره، بالعكس. فانا النهارده لو هتمنى اشوف تشكيله لمنتخب مصر، اتمنى اشوف تشكيله على قد ما نقدر ان احنا نحط في التشكيله ال 11 لعيب يكونوا لعيبه كوره. انا لو سبت الاستحواذ لمنتخب جنوب افريقيا هيتعبني، حرفيا هيتعبني. وفي نفس الوقت احنا عندنا حته الكونتر اتاك هايله، نمتلك سرعات جباره قدام وعلى راس اللعيبه عمر مرموش وصلاح وتريزيجيه. حتى امام عاشور والله لو لعبه كان ليه دور، فهو في المرتدات وفي الباور بتاعه بيعملها بشكل كويس قوي. ولكن انا لو اديت مجال لجنوب افريقيا انها تستحوذ زي ما بقول هنتعب وفي ظل الدفاع اللي عندنا ده ربنا يستر. فانا محتاج ايه من وجهه نظري ومن تمنياتي؟ ان انا اشوف اللعيبه القويره في الملعب عشان نقدر نستحوذ على الجيم، عشان نقدر نبقى مسيطرين ونروض جنوب افريقيا بكره. ومتهيألي جول في اول ربع ساعه لينا او ثلث ساعه هيفرق معانا ومع اللعيبه بشكل كبير جدا جدا جدا. لازم ان احنا ننزل ضاغطين بكره، او ننزل بهدف ان احنا لازم نسجل في اول المباراه. هيسهل عليك الماتش كله. طيب التشكيله اللي بتتمناها ايه يا عم حسام بكره؟ والله نيجي لحراسه المرمى والجدل كله بقى، الجدل كله. انا اتمنى اشوف مصطفى شوبير عنده ثقه في نفسه كويسه جدا، ردة فعله عاليه جدا للكوره، بيلعب برجله كويس قوي مع المجموعه. فتمنياتي مصطفى شوبير، ولكن انا اتوقع ان محمد الشناوي هو اللي هيبدا بكره، وان حسام هيفضل يعتمد عليه، لان مركز حراسه المرمى حساس ومش عايز يفقده الثقه في نفسه او يعمل عمليه اهتزاز بين اللعيبه في المركز ده، ويشكل الموضوع ده، هيشكل جو سلبي بين اللعيبه في المعسكر. فاعتقد ان حسام هيبقي على محمد الشناوي. خط الظهر محمد هاني ناحيه اليمين، رامي ربيعه سرد باك يمين، ياسر ابراهيم سرد باك شمال. ناحيه شمال احمد فتوح. 2 لعيبه نمره 8 زيزو ناحيه اليمين ورا محمد صلاح، ومع 60-70% من ادوار دفاعيه في الماتش لو احنا بنفقد الكوره. يعني لازم زيزو هيلعب 8 ولكن بادوار دفاعيه ناحيه اليمين بمساعده محمد هاني. هيشكلوا جبهه يا جماعه لو زيزو بدا ناحيه اليمين مركز 8 مع هاني وصلاح، اقسم بالله تبقى جبهه ضرب نار. هو التشكيل اللي انا بقوله ده عايز قلب وعايز لانه يعمل لك مشكله في الدفاع. لو انت قدرت ان انت لو هتلعب زيزو وامام الاثنين لعيبه نمره 8، قدرت ان انت تقفل وتدي اللعيبه دي، خصوصا ان امام كان بيلعب 8 متاخر وكان بيدافع لما كان بيلعب في الزمالك. لو قدرت ان انت تدي تعليمات دفاعيه للاثنين لعيبه دول ان هم يقفلوا واحنا مش معانا الكوره ويرجعوا يقفوا صح، اعتقد انها تبقى تشكيله مثاليه لمنتخب مصر. زيزو 8 ناحيه اليمين بادوار مع محمد هاني وصلاح، امام عاشور 8 نمره يمين، نمره شمال جنب احمد فتوح وتريزيجيه، ويرجع برضو يأمن ويغطي ويلم مع فتوح. ثلاثي هجومي، تريزيجيه ناحيه الشمال، مرموش مهاجم، ومحمد صلاح ناحيه اليمين. انا بتمنى اشوف الخطه دي بكره قدام جنوب افريقيا، ولكن انا بعتقد ان حسام حسن هيبدا بكره بالشناوي ومحمد هاني ناحيه اليمين. والله حاسس ان هو ممكن يعمل حاجه، ان هو يبدا برضو بياسر ابراهيم وحسام عبد المجيد. يقول لك انا الاثنين مدافعين دول خدوا حساسيه البطوله وانا مش هينفع اغيرهم، وانا اعتمد عليهم تاني واديهم فرصه ان انا اشوفهم تاني الماتش ده، وهسيب ياسر ابراهيم وحسام عبد المجيد. وممكن يلعب رامي ربيعه، الله اعلم. بس انا حاسس والله اعلم انه ممكن يكرر نفس الثنائيه تاني وربنا يستر. ناحيه الشمال لو متاح عنده محمد حمدي، ومحمد حمدي في وضعيه تسمح بنسبه 150% ان هو هيلعب محمد حمدي. اعتقد هيبدا بمحمد حمدي ناحيه الشمال. نص الملعب هيبدا بحمدي فتحي مع ادوار دفاعيه شويه، وان هو لعيب هيبقى ليبرو بقى بكره ويسقط بين الاثنين سرد باكات عشان يبتدي هجمه. وهيبقى جنبه او قدامه في نص الملعب على الدايره هيبقى مروان عطيه. وممكن حسام يلعب بلعيب ثالث محمود صابر، وتبقى مفاجاه لكل الناس، ويقعد زيزو ويقعد امام عاشور. وممكن يلعب زيزو. انا اعتقد ان امام مش هيبدا بكره بناء على التصريحات اللي حسام حسن قالها، بناء على اسباب التغيير اللي حسام حسن ذكرها لامام عاشور، ان هو بدنيا مش جاهز، ان انا عينه خايف على اللعيب عشان ما يظهرش بمظهر وحش في البطوله، جاي من اصابه طويله لسه بدنيا مش جاهز. ما اجيش بعد كل ده وابدا بيه اساس، يبقى انا كده راجل بعجن. فكل المؤشرات بتقول ان امام مش هيبدا. فممكن يحط مين؟ ممكن يقول لك والله يا جنوب افريقيا انا محتاج نقطه
ونشوف حوارنا بقى مع انجولا في اخر. أأمن الاول، ابدا الشوط الاول مأمن والعب على مكسب الشوط الثاني، وابدا بمحمود صابر. ممكن يبدا بزيزو ويطرف زيزو ناحيه اليمين ويعمل جبهه كويسه جدا مع محمد هاني وصلاح. فانا اعتقد ان هيبقى واحد من الاثنين، واعتقد ان هو هيبدا باحمد السيد زيزو و محمد صلاح على اليمين ومرموش مهاجم وتريزيجيه ناحيه الشمال. لو مصطفى محمد جاهز اعتقد هيبدا بيه، وممكن مرموش هو اللي يبقى صانع العاب ويقعد زيزو ويبتدي بنفس ما نهى الماتش اللي فات. طيب انت كمنتخب مصر مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك الهدوء، الهدوء ثم الهدوء ثم الهدوء يا كابتن حسام. الهدوء بتاعك بره، وشفتك الحقيقه في المؤتمر الصحفي كنت هادي جدا ودي حاجه كويسه. تدريبات نفس القصه، محتاجين الهدوء ده يتنقل كمان ساعه الماتش وقبل الماتش في المحاضره للعيبه، نستغل كل فرصه بتجيلنا. اتمنى اشوف اللعيبه بتطبق تعليماتك يا كابتن حسام، بالذات في النواحي الدفاعيه بالذات. انا مستني اشوف بصمتك بجد، هتبان الماتش ده. النهارده هو الاختبار الحقيقي لحسام حسن في تدريب منتخب مصر. هيتعامل مع اللقاء ازاي تكتيكيا على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الجمل التكتيكيه اللي بتطبق في الملعب، اللي بيطبقها اللعيبه في الملعب. هنطور هجومنا ازاي بحيث ان احنا نقدر ننهي، يبقى الانهاء الفينيشنج عندنا احسن من كده. وان شاء الله انا متوسم خير ومش عارف ليه، يعني انا مش عارف، ما حدش يسالني يا جدعان انا ليه. انا الوحيد اللي شايف ان احنا ان شاء الله هنكسب جنوب افريقيا باذن الله، نوصل ل6 نقط بكره عشان حسام يقدر ان هو بقى لو عايز يلعب شوبير الماتش الثالث ويريح اللعيبه هتفرق معانا جدا. ومع اللعيبه الكبيره اللي قدرنا ان احنا نتصدر المجموعه بكره في الماتش الثالث هنريح لعيبه كتير جدا قدام انجولا، وهيستريحوا وهتفرق معانا في دور ال16 زي ما بقول. هيقدر يجرب مجموعه من الناس انها تاخد حساسيه البطوله. اتمنى ان احنا نتبسط بكره، وان شاء الله باذن الله اكون معاكم لايف بكره قبل الماتش على التيك توك. تابعوني واستنوني بقى في حلقه الرياكت بعد الماتش، حلقه ناريه باذن الله، نحتفل انا وانتو بالفوز وتحقيق العلامه الكامله ال6 نقط بعد اللقاء. عزيزي المشاهد، لو وصلت لحد هنا اشكرك شكرا جزيلا على المتابعه. انا اخوك حسام زويد، فضلا وليس امرا اشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. اعمل لايك يا صديقي، مش هتخسر اي حاجه والله، ما هيفرق معاك اللايك في حاجه، وربنا ما يفرق معاك اللايك في حاجه عشان نستمر. حاسس ان انا بشحت شويه في دعم وفي تقديم المحتوى. اشكركم مره ثانيه شكرا جزيلا. السلام عليكم.